ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وفي احسن حال. خلاص رمضان فاضل عليه وما بلغنا رمضان. تعالوا بقى ندمس شوية فول عشان السحور تحفة من غير ما لونه يغير ولا الفولية تتهري منك، من غير مكونات كتير تغير من طعمه. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا اول حاجة نص كيلو من الفول، نقعته كده 12 ساعة في مية بس من غير اي اضافات. خطوة النقع دي مهمة جدا عشان تتخلصي من اي سموم موجودة في الفول. بعد ما نقعته كده شغلت عليه المية بقى، فضلت اشطف فيه شوية حلوين كده وحطيته في مصفى يصفي ميته. عندي هنا الدماسة اللي هعمل فيها. هنبتدي ان احنا ننزل بالفول كده في الدماسة اول حاجة. وانتوا بتجيبوا الفول بتاعكم جيبوا الفول البلدي، بيبقى طعمه حلو قوي في التدميس. حطيت كده الفول في الدماسة زي ما انتوا شايفين. الدماسة دي ما بتاخدش الا نص كيلو فول معايا. عندي بقى هنا 100 جرام من العدس، عليهم 100 جرام من الفول المدشوش، عليهم معلقتين كبار من الرز. بس كده هغسلهم كويس جدا واصفيهم من المية، وهبتدي ان انا اضيفهم كده على الفول. وعندي هنا طماطمية كده قطعتها 4 تربع، هضيفها برضو. ومعايا هنا معلقة كبيرة من السكر، معلقة ممسوحة كده، وربع معلقة صغيرة من الكركم بتديله لون حلو قوي. بس كده مش هضيف اي حاجة الا نص ليمونة. هبتدي ان انا انزل كده بالمية مغلية، لازم تكون مغلية، دي اهم خطوة، لحد تغطي الفول لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما نملهاش للاخر قوي. هيقعد على النار 4 ساعات مش اقل من كده علشان الفول يطلع دايب ومستوي معاكي. وابتدي ان انا ارفعه على العين الصغيرة على نار وسط. اول ما يبتدي يغلي معايا كده هديله نص عصرة ليمونة واغطي عليه. وابتدي ان انا اجيب العين الكبيرة كده احطها على العين الصغيرة واغطي على اهدى حاجة عشان الفول يستوي براحته. وهنا اول ما طفيت عليه بقى، المية خفيفة بس عشان لسه طافية عليه، انما هي لما بتصبر شوية تهدى من الحرارة الرز اللي فيه بيتقل المية دي ومبتكونش خفيفة كده. شايفين لونه فاتح ازاي وتحفة. والفولية زي ما هي ولا تهرى ولا اي حاجة. دي بعد ما هدي كده خالص وبرد تماما. الرز اللي فيه شايفين تقل المية ازاي وبقى قوامه كويس. انا كده هديله ضربة بقى في الكبة، ضربة خفيفة كده، وهعبيه في اكياس بقى وعلى الفريزر. بجد كان تحفة، اتمنى تجربوا الطريقة دي، يا رب تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.